الكثير من القيمة الكبيرة. أولهم هذا الظاهر على الشاشة كريستيانو رونالدو، النجم الكبير الذي يعتبر إضافة كبيرة لهذه البطولة، لبطولة دوري أبطال آسيا 2، وهو النجم العالمي الكبير من أنهى جولة الأوروبية ومن تفرغ هذه الأيام وهذه السنوات لأكبر قارات العالم على مستوى كتابة التاريخ. وأعتقد بأنها فرصة كبيرة بالنسبة له للإبحار في آسيا في هذه البطولة وكذلك في النسخ القادمة. دونيتو، هناك جابرييل فاريتا، هناك إدريلسون سيلفا، بالإضافة إلى بيدرو مالهيرو ومالك جمعير، ولدينا سيدي بي سيرجيو بيريرا، هناك نيكولاس خيمينيز. مستمرة في أقصى اليمين، نصراوية، كرة من الجهة اليمنى، لا زالت المحاولة، كينغسلي كومان والعرضية، لكن النافس الأول وهو نادي الهلال في وصافة بطولة الدوري مع مباراة واحدة أقل. هذه كرة إذن للأمام، الفارق يصل إلى 8 نقاط بينه وبين الهلال، بينه وبين المواجهة في هذه المباراة. طبعا هذه كرة إذن إلى خاناي، إنيغو مارتينيز إلى جانب سيماكان، هناك أيضا ماتيوس على مستوى حراسة المرمى. هذا هو الحال بالنسبة لنادي النصر، بينما الوصل بعد هذه المباراة، مباراة الأهلي القطري والحسين الأردني. هذه كرة، هذه محاولة وصلت على دكة البدلاء، رودريغو أوليفيرا هو الآخر على دكة البدلاء. هذه إذن كرة نصراوية، ولكن هذه كرة أمام المساحة، يتقدم أنجلو بكرة أمامية نصراوية، هل يأتي بالعرضية؟ تصويبة تأتي خلف الدفاعات، هذه الانطلاقة راح للأمام الكرة، يا لها من كرة، يا لها من محاولة، لكن حالة تسلل، حالة تسلل إذن لمصلحة النصر. بروزوفيتش يلعب الكرة العرضية الأمامية، لكنها هذه محاولة، هذه كرة كينغسلي كومان يريد هدف المباراة الأول فيها العرضية، لكنها تبعد لتصل بعد ذلك من جديد. كينغسلي كومان للأمام، نصراوية لمصلحة نادي النصر. هذه كرة، هذه المحاولة، هنا رونالدو، الله الله الله، جول من التاريخ. لم يعد هناك تاريخ يكتب ولا حكاية تروى من أوروبا إلى آسيا. الكاتب لا يزال متعطشا، لا يزال سوريا، لا يزال رونالدو، لا يزال كريستيانو. يا الله على الكرة، على المحاولة، على الكرة، عود المحاولة للأمام. وصلت هذه الكرة وصلوية في أقصى الجهة اليسرى، لا زالت، لكن أيضا نواف ممتاز. يكون في دوري أبطال آسيا للنخبة. أنا أعتقد بأن بالراحة إلى المباراة النهائية، بالراحة، لأن النصر ما يفعل في دوري أبطال آسيا